السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما حضراتكم شايفين الجمال اللي قدامكم ده، الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه، والطعم حكاية كالعادة، حاجة بجد تفتح النفس. لازم ان شاء الله تجربوه. حضراتكم شايفين معايا لفة من الجلاش، معايا بصل متقطع صغير جدا، 2 فلفل رومي، طبعا بصل واحدة بس من الطماطم، وحوالي نص كوباية كده من الزيتون. عايزين تكتروا عن كده براحتكم. في بولة بنزل بيها بكل الخضار اللطيف بتاعي ده، وشايفين الالوان بتاعته مبهجة جدا، سبحان الله العظيم على الالوان. طريقة سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد منكم 10 دقايق تكونوا مجهزين الوجبة بتاعتكم. هنزل عليهم بنص كوباية من الجبنة الرومي متقطعة صغير زي ما حضراتكم شايفين، ونفس الكلام من الجبنة الموتزاريلا، واقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. مش شرط تلتزموا بالحشوة بتاعتي، ممكن طبعا زي ما انتوا حابين تحطوا لحمة مفرومة، تحطوا فراخ، بس بشرط تكون الحشوة بتاعت حضراتكم مستوية، يعني اللحمة المفرومة تبقى متعصجة، ونفس الكلام الفراخ. حطيت شوية من الملح وكمان شوية من الفلفل الاسود، وما تزودوش الملح عشان فيه زيتون، وكمان معلقة صغيرة من الزعتر، مهم قوي الزعتر في الوصفة دي. اقلب كل الكلام مع بعضه بالشكل ده، وبكده الحشوة بتاعتنا بتكون جاهزة، ولا اسهل من كده. هخليها بقى على جنب، واجيب لفة الجلاش، طبعا مطلعاها من الفريزر من بدري، فكت خالص. تمام. هجيب بقى الصينية بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، وانا جايبة صينية هنا مقاس 24، مناسبة جدا للفة الجلاش. وابتدي ادهن قاع الصينية، والخليط بتاعي من المادة الدهنية هنا عبارة عن سمنة على زيت، زي ما حضراتكم حابين، عايزين تستخدموا سمنة بس او زيت بس او حتى زبدة براحتكم جدا. دايما بقول لكم هنا المادة الدهنية بتاعتكم. اديتها دهنه حلوه من القاع وكمان من الجوانب، وابتدي اخد اول ورقه من الجلاش واحطها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، نص الورقه في الصينيه والنص التاني بره الصينيه. واضغط بايدي كده واريح ورقه الجلاش ما تبقاش مرتفعه من جنب عشان ما تتقطعش، لازم تبقى واخده الكيرف بتاع الصينيه كويس. واديها دهنه خفيفه جدا من السمنه على الزيت، عشان كل الدهانات اللي بعملها دي يا جماعه بتخلي الفطيره بتاعتك في الاخر مورقه جدا، وطعم الجلاش فيها من جوه حلو. دهنه خفيفه قوي، ما تخافوش مش هيبقى دسم، لان زي ما شايفين مش بدهن كتير. كرر نفس العمليه في كل لفه الجلاش بالشكل ده من كل الجوانب، نص في قاع الصينيه والنص التاني بره الصينيه. واضغط زي ما اتفقنا علشان تاخد وضع الصينيه والشكل يبقى منتظم. ادي كمان دهنه اهو. وعايزه اقول لحضراتكم لو في اي اجزاء من ورق الجلاش، وده وارد لما بنجيبه بنلاقيه ساعات مقطع مش سليم، عادي جدا في الوصفه دي هتحطوه في النص مش بيبان تماما، وبعد ما بيستوي بتتقطع ما بيبانش خالص. هكمل كله بقى بنفس الشكل ده عشان ما اطولش على حضراتكم. خلصت كل لفه الجلاش زي ما حضراتكم شايفين، ورصيتها بالشكل اللي وريته لكم في بدايه الفيديو. بدهن بقى الحواف كده بتاعتها بالماده الدهنيه كويس قوي، واحط بقى الحشوه اللطيفه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين عامله ازاي، واسويها كده بظهر المعلقه كويس عشان تبقى متساويه في كل قاع الصينيه. وزي ما اتفقنا ينفع تغيروا في الحشوه براحتكم جدا، بس بشرط لو هتحطوا لحوم او فراخ تكون مستويه. باخد اول ورقه من الجلاش وبتنيها بالشكل ده من بره لجوه، وبرده بديها دهنه، كل ورقه هحطها هديها دهنه خفيفه جدا عشان زي ما اتفقنا يورق ويبقى الطعم لذيذ. زي ما حضراتكم شايفين الطريقه سهله وبسيطه جدا، بس النتيجه ممتازه. تمام. بنقفل بقى على الحشوه بتاعتنا حلوه قوي كده، ونضغط عشان نتاكد ان الحشوه اتغلفت كويس بكل ورق الجلاش، يعني بناخد ورقه من كل جنب، وبنتني بالشكل ده ونديها دهنه زي ما اتفقنا خفيفه. ما حبيتش اقطع الفيديو هنا عشان اوريكم ازاي بنقفل على الجلاش، والطريقه تبقى سهله ومبسطه عليكم ما تستصعبوهاش. تمام. زودت هنا شويه من الزيت لان لقيت الطبق بتاعي فيه سمنه بس، وانا بحب سمنه على الزيت عشان بيبقى فيه تعادل في الماده الدهنيه بتاعتي، ما يبقاش تقيل. زي ما اتفقنا ينفع زبده، ينفع زيت بس او سمنه بس. دهنه خفيفه كده. خلاص ورق الجلاش بتاعي قرب يخلص. شايفين السهوله بتاعته؟ بيتقفل معاكي بمنتهى السهوله. اهم حاجه ما تستخدميهوش ابدا وهو طالع من الفريزر غير لما يفك تماما. اوعي تستخدميه وهو متلج شويه، هيتقطع معاكي تماما. حلو قوي.
قفل حلو. شايفين الورقه اللي في النص بوريها لكم ان هي مقطوعه، حطيتها في نص الصينيه بالظبط، مفيش اي مشكله من ده. وابتدي اتني برضو الحروف وادي الماده الدهنيه كويس. تمام. واقفل على الفطيره بتاعتي حلو. ممكن كمان تحطوا مع الحشوه اللي انا حطاها دي علبه تونه تكون مصفيه كويس جدا من الزيت بتاعها، هتنفع قوي وهتبقى لطيفه جدا. براحتكم قوي بقى في الحشوات. وادهن كمان الوش بتاع الصينيه بالماده الدهنيه كده دهنه خفيفه خالص، والحواف وكله. تمام جدا. شايفين السهوله؟ ما خدتش معانا بالظبط 10 دقايق او اقل كمان. جبت بقى كوبايه من اللبن، والخطوه دي مهمه جدا يا جماعه. والسر بتاعي هنا في الفطيره وتوريقتها كمان البيكنج باودر. حطيت نص معلقه صغيره ممسوحه بما يعادل ربع معلقه مليانه على كوبايه لبن زي ما حضراتكم شايفين كده، واحط لها رشه من الفلفل الاسود وحاجه بسيطه جدا من الملح حوالي ربع معلقه، لان احنا في الوصفه بتاعتنا زيتون فمش عايزينها حادقه قوي. هقلب كل الكلام الحلو ده مع بعض وهسقي الفطيره بتاعتي بس بعد ما اقطعها. عايزه اقول لحضراتكم البيكنج باودر مع الفطيره دي هتيجي توريقه حلوه قوي، هيخليها تنفش ومش مكتومه. مش قادره اوصف لكم بجد، بتفرق معاكي جدا. وفي سر كمان من الاسرار اقوله لكم بعد شويه بس لما نخلص الفطيره. هنقطعها طبعا زي ما احنا عارفين الجلاش من الحاجات اللي لازم نقطعها قبل ما تدخل الفرن، لانه لما بيطلع من الفرن بيبقى صعب شويه تقطيعه وهو ناشف او مستوي يعني. بقطع بالشكل اللي حضراتكم ده. قطعت الاول 4/4 وبعدين بقطع مثلثات بالشكل ده. تمام. خلاص كده اتقطعت والدنيا تمام. جبت بقى الخليط بتاعي اللي اتفقنا عليه وابتدي اسقي الفطيره بتاعتي، يا بالفرشه يا بالكوبايه براحتكم جدا. انا حبيت اوزع الاول بالفرشه عشان كل الاجزاء تبقى واخده، وبعدين هصب بقى بالكوبايه على طول. شايفين كده؟ اوعى تستكتروا كميه اللبن، حالا هتشرب كل كميه اللبن دي. خطوه مهمه قبل ما ندخلها الفرن، لازم نسيبها 10 دقايق الاول تتشرب كويس قبل ما تدخل الفرن بتاعنا. اوعى تنسوا الخطوه دي. دخلتها الفرن طلعت بالجمال ده، ما اخدتش وقت كتير. شغلت عليها الفرن من تحت على 180، اخدت لون من تحت. ابتديت اشغل الشوايه فيها على الهادي، طلعت باللون اللطيف اللي قدام حضراتكم ده. ببتدي اسلك بقى الحروف بتاعتنا واسلك الاجزاء اللي انا كنت مقطعاها بالشكل اللي حضراتكم شايفين. طبعا مثلثات جميله واخده لون ذهبي حلو قوي. مش قادره اوصف لكم الريحه والطعم. طعمها احلى من البيتزا بكتير واحلى من الفطير الشرقي. هي طعم ميكس كده بين الاتنين، هيعجبكم جدا بامر الله. والزعتر عامل شغل جامد. طلع لكم بقى قطعه كده عشان تشوفوا الشكل اهي. الله على الجمال. لازم تتاكل كده وهي سخنه، ملهاش حل اهي. طلع لكم قطعه كمان عشان اوريكم التسويه بتاعتها، رغم ان التسويه باينه جدا على الوش. واوريكم التوريقه اللي كنت بقول لحضراتكم عليها من جوه، وشكل الحشوه بعد الجبنه مساحت من جوه، والجبنه الرومي والحركات الكتيره اللي احنا كنا حاطينها. شايفين عامله ازاي؟ بصوا يا جماعه، حاجه تحفه بجد، تستاهل بقكم، لازم تجربوها. شايفين التوريقه والحشوه؟ شايفين المطه بتاعت الجبنه؟ الله على الجمال. اتمنى وصفتي النهارده تكون عجبت حضراتكم ونالت رضاكم. من فضلكم كل اللي بيشوف الوصفه النهارده يضغط لايك ويعمل شير وسبسكرايب. كنت معاكم مها جوهر، شكرا ليكم والسلام عليكم.